هعمل معاكم النهارده اسهل واسرع اكله مش بتوقفني في المطبخ كتير، بما اننا احنا في دراسه فعايزين حاجه كده سهله وسريعه وتكون في نفس الوقت مغذيه للولاد. وعشان الوصفه دي ما بتاخدش معانا وقت ممكن تكونوا محضرين كل حاجه بس طبعا مش ضايفينها على بعض، وقبل ما الولاد بيجوا بربع ساعه من المدرسه بترفعيها على النار وبتكون جاهزه. وطبعا الرز ما بياخدش معانا وقت خالص في التسويه. متاكده لو جربتوها بجد هتعجبكم قوي. اول حاجه معايا حله كده هنزل بمعلقه من السمنه البلدي وشويه كده من الزيت، ولو اللحمه المفرومه فيها دسم كفايه ممكن استغنى عن الزيت، احط بس معلقه من السمنه البلدي عشان بتدي طعم وريحه حلوين جدا. اول ما اللحمه بتاخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل ببصلايه مبشوره وهقلبهم مع بعض، وهبتدي بقى ان انا انزل بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود وشويه كده من الملح، وهنزل كمان برشه من جوز الطيب. مش قادره اقول لكم بقى رشه جوز الطيب دي بتفرق قد ايه في الريحه والطعم كمان. بعد كده بجيب بقى البطاطس وبقشرها، وبعد كده بعد ما بقشرها على طول بروح غسلها واروح مقطعاها بقى مكعبات. عايزاها تبقى مكعبات متوسطه عشان كلها تاخد نفس السوا. خلصت بقى الكميه بتاعتي. طبعا انتوا ممكن تستخدموا من كيلو لكيلو ونص من البطاطس، بس انا هنا استخدمت كيلو واحد بس من البطاطس على نص كيلو من اللحمه المفرومه. خلصت بقى تقطيع البطاطس، هرجع بقى للحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه معايا استوت تماما. هنزل بقى عليها كده ب3 معالق كبار من معجون الصلصه او نص بطرمان كده، بنزلهم بقى على اللحمه المفرومه، وبنزل عليهم كمان بكوبايتين من الميه، وهظبط طبعا الملح بتاعهم. وبعد كده بقلبهم تقليبه وبسيبهم بقى على نار متوسطه كده لغايه ما كل السوائل دي تتبخر وتتسبك معايا اللحمه المفرومه. في المرحله دي بيبقى معايا بقى طاسه فيها زيت غزير سخن كويس جدا، بنزل بقى بالبطاطس ومش بقلبها ابدا غير لما تاخد لون الاول، لان لو قلبتها في المرحله دي بتطرى معايا كده وبتتفتفت معايا في الزيت. لكن لازم اول ما تاخد لون كده بروح مقلباها لغايه ما تاخد لون من كل جنب، وبصفيها كويس جدا من الزيت، وبنزلها بقى في طبق كده، وبنزل عليها بشويه من الفلفل الاسود، وبقلبها تقليبه حلوه كده، وبنزلها بقى على الصلصه. بعد ما الصلصه بقى اتسبكت معايا زي ما انتم ما شايفين كده، وكل الميه والسوائل اللي جواها اتبخرت، بنزل بقرن فلفل حامي، وطبعا ده اختياري. بعد كده بنزل بالبطاطس على التسبيكه وبقلبهم تقريبا مع بعض كده، وبسيبهم ياخدوا غلوه واحده بس على النار. عايزه اقول لكم بقى هتضمنوا ان البطاطس عمرها ما تتكسر ولا تتعجن، وفي نفس الوقت دايبه كده وطعمها خطير، وشاربه كمان من الصوص مع الغلوه اللي احنا اديناها لها دي، بجد بتبقى طعمها يجنن. انا متاكده لو جربتوا الوصفه دي بجد هتعجبكم جدا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.